السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم صفحة بيراميدز. أتمنى أنكم كلكم تكونوا بخير. النهارده عزيزي المتابع نتكلم عن ماتش نادي بيراميدز ونادي الجيش الوطني الرواندي. عزيزي المتابع اللي حصل فيه يعني مش غريب ولا عجيب، لأنه أكيد الزعيم هيعملها وهيعمل أكتر من كده كمان، حيث انتهت المباراة 6-1. اللاعب مصطفى فتحي اللي أبدع في المباراة. في الثاني سجل من اللاعب رقم 18 في الدقيقة 21 وليد الكرتي بلمسة من مصطفى فتحي. وفي الدقيقة 61 سجل مصطفى فتحي، يا ده كان واكل الجو، سجل الهاتريك ليه في المباراة، وهو كان بتسديدة تصدى لها الحارس وبعدين رجع بالراس لا يستسلم. ده ابن الزعيم برضه رجع تاني وشاطها في الجون بالراس. وفي الدقيقة 81 سجل مصطفى واللي كان متألق حرفيا الهدف السادس والهدف الرابع ليه. وعلى ما اذكر قالوا انه اللاعب مصطفى فتحي ما يستحقش تيشيرت الزمالك، ما هو فعلا ما يستحقش تيشيرت رخيص، بس يستحق تيشيرت غالي زي تيشيرت الزعيم. سلام.